السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلوج جديد. انا بقيت خلاص اعمل يعني حاجة كده، اللي هو انا ما بقيتش مكسوف. من ان انا بعمل فلوج ممكن ياخد له دقيقتين. يعني بالنسبة لي ده فيديو عادي، او المفروض بالنسبة للناس كلها ده فيديو عادي، لكن انا بقول عليه فلوج وبديله رقم كده، اللي هو فلوج 25، فلوج 26، فلوج 28، وبعلى في الارقام. وفاهم دايما كنت بقول على القناه عندي ان انا ما بحبش اعمل فلوجات اطلع فيها بره البيت واتسحل ودماغي توجعني. انا حاسس اني كبرت على الكلام ده بقى. يعني خلاص ما بقتش حمل. الواحد اصلا شايل هم حاجات جامعه ودنيا، مش بقى اروح اجي يعني ازود بقى على نفسي حمل، اللي هو انت لازم تطلع تتكلم في الشارع. معلش لازم. خلينا احط الفيديو هنا. ايه ده؟ ايه القعده دي؟ انا ايه اللي انا بعمله ده؟ وفي حاجات تحتي في الكنبه وفي حاجات غريبه. ايه ده؟ لقيت شنيور تحتي يا عم، وانا استغفر الله العظيم. في حد يقعد على شنيور؟ مش كده قصدي، يعني ان في شنيور كان جنبي. المهم، انا بجد مش عارف امسك الكاميرا يا جماعه. في حاجه اسمها انك تمسك الكاميرا بايديك. انا بقالي حبه عايز اقول لكم كده على ان انا بحاول ابراكتس ان مش لازم تبقى بيرفكت. ده تالت مره اتكلم فيها عن البرفكشنزم، وانا شايف انه عادي، بس انا بحاول اعمل براكتس بحيث ان انا لو عندي مشكله او في حاجه عندي خايف منها. انا خايف من ان انا ما ابقاش اعمل حاجه بيرفكت، خايف ان انا ما ابقاش اعمل حاجه تليق، حاجه حلوه، حاجه لازم تكون بقى جود كواليتي كونتنت. بقى عندي كده خوف من ان انا ما ابقاش بيرفكت، او خوف من ان انا ما ابقاش اعمل حاجه 100%. فبقيت اتعامل مع الموضوع بان انا اخلي نفسي ابقى اكسبوزد لفيديوهات اكون عاملها 70%، 60%، حتى 50%. الفيديو اللي فات خش اتفرج عليه، كان فيديو اسمه ماذا عن الموسيقى من برنامج رحلتي من الفشل للفشل. في الفيديو ده لا كواليتي وقاعد ومولع الاباجوره وحاطط الميكروفون ليه نعمل الحاجه 100% مع ان احنا ممكن نعمل الفيديو 60 او 70% بس نطلع فيديوهات اكتر. انا بقى ايه، بحاول اعود نفسي على ان انا اعمل الحاجه 60%. يعني بحاول اعرض نفسي للمصدر الخوف بتاعي، الخوف من ان انا اعمل حاجه مش على اكمل وجه، مش بالطريقه التراديشنال او المعروفه. بقيت اصدر نفسي بقى للموقف ده. انت هتعمل فيديو كده، انت هتتعامل كده، وده ينطبق على كذا حاجه في حياتك. عندك مثلا خوف من المواجهه، عندك خوف من انك تخش في خناقه تطلب فيها حقك، عندك خوف من انك ما ترضيش شخص او انك تسيبه كده زعلان منك، عندك خوف مثلا من الفشل، خوف من انك تعمل حاجه وما تشتغلش، عندك خوف مثلا من بكره، المستقبل. كلها مخاوف عند الناس كلها. بس واحدة واحدة لما تعرض نفسك للمخاوف دي، المخاوف دي بتقل، وفي الآخر بتلاحظ إن هي كانت مجرد عائق ليك، وإن الحياة أسهل وأبسط من كده، واللي المفروض تعمله هو إنك تكمل وخلاص. فواحد مثلا عنده مشكلة مع المواجهات ضد الناس، وان لما حد يأذيه او حد يجي عليه يخاف ان هو ما يتكلمش او يقول اللي هو عايز يقوله او ياخد حقه. ده شخص المفروض يتعامل مع الموضوع بان هو ياخد ستيب، بان طالما ما يلاقي ان حد بيعمل معاه كده ياخد ستيب ان هو يعرض نفسه للخوف ده، ان هو يعمل الحاجه اللي هتخوفه بس يعملها وخلاص، ويقول ويطلب حقه. مش لازم من اول مرة يبقى الشخص الجامد اللي بيطلب حقه الجامد جدا واخد حقه تالت ومتلت دايما والراجل الجامد والايه. لا، مش هيبقى كده. هيفضل برضو الشخص الخايف من المواجهات، بس هيكون اتليست شغال على ان هو يواجه مخاوفه. وواحدة واحدة، بدل ما هي تبقى مخاوف كبيرة، تبقى مخاوف بتقل في الحجم لحد ما تبقى حاجة بسيطة، لحد ما تبقاش حاجة اصلا، ويكون في الاخر بقى حقق ان هو بقى الشخص اللي يعرف ياخد حقه، وما بقاش يخاف من المواجهات او من صحابه اللي في الشغل او من زمايله اللي في الجامعة اللي لما بيتغابوا عليه شوية مثلا بيخاف من ان هو يخش في مواجهة علشان الشخص ده هيزعل وهنعمل جو وهنعمل سين وانا مش هبقى مرتاح ومش هحب كده. وافرض زعل مني، افرض الناس بدأت تبص. لما الواحد يعرض نفسه للمخاوف دي، ما تخلي الناس تبص معناها حاجة. طبعا ساعات انت مش هتتعامل مع الحاجات دي باللوجيك، بس هتتعامل معاها بمبدأ ان انا هعملها وخلاص. عارف انت اللي هو ايه، خليها على الله واعملها، وهتلاقي ان حصل كذا حاجة مش عاجباك، بس انت لازم تعمل كده علشان في الاخر تبقى الشخص اللي انت عايز توصل له. عندك مثلا مخاوف في انك ما تعملش شغلك على اكمل وجه. في مرة كده اقعد على الكمبيوتر واكتب ايميل وما تراجعش الايميل، اللي هو هكتب الايميل بتاعي للدكتور وعادي صباح الفل. انا قبل كده، انا كنور عامة بكتب الايميل وبراجعه 300 مرة مثلا قبل ما ابعته، على ان انا هبعت بقى ايميل وبتاع، فما ينفعش يبقى فيه كلام مثلا غلط ولا مش.
وانا هبعت كلام قليل ادب مثلا، هبعت بالغلط شتايم في النص، يعني في حد بالغلط هيكتب شتايم مثلا، انت خايف من ما تبقاش انت كلامك نحويا مظبوط وبتاع، وتبقى كاتب الفول ستوب بدل الكوما وحاجات بقى متبهدله. طب ايه المشكله يعني؟ هو انت روبوت؟ هو انت AI؟ انت شات جي بي تي؟ ده حتى شات جي بي تي بيغلط. فلو انت جرب في مره تبعت الايميل من غير ما تبص عليه وتقول ما خلاص، ما الكلام بيطلع وخلاص. يعني انت مثلا وانت بتتكلم في الحقيقه بيبقى عندك اوتو كوريكت، ما انا بتنيل في الاخر محتاجه منتج كلام كتير جدا، والفيديو اللي بيجي لك دقيقتين بيبقى متصور 15 دقيقه عادي، عشان كلام بحاول اوصل له، كلام بحاول اقوله، كلام بفكر فيه. لكن انا بتكلم عن المخاوف اللي دايما عامله لك قلق، الحاجه اللي مخليك تقعد تشيك 100 مره على الحاجة وتعيد عليها وتزيد عليها علشان تطلع صح. بتكلم عن المخاوف اللي انت دايما بتتجنبها وعامله لك عائق ومشاكل في حياتك. فكك بقى من المخاوف دي. انا هدفي من الفيديو ده ان انا اديت لك شوية امثلة، من خلال الامثله دي انت تفهم الثيم اللي انا ماشي فيه والطريق اللي انا ماشي فيه والحاجه اللي انا بحاول اوصلك ليها. تقوم انت مفكر في المخاوف اللي جات لك في حياتك وعامله لك ازمه ومشاكل في دنيتك، تقوم واخد المخاوف دي وتحطها كده على الترابيزه وتتعامل معاها، تقول لا احنا هنعمل معاك ايه النهارده؟ يعني هل انت المخاوف اللي انا محتاج ان انا اتجاهلها، ولا المخاوف اللي انا محتاج ان انا اتعرض لها جامد، ولا المخاوف اللي انا المفروض ما اعملهاش قيمه، ولا المخاوف اللي انا المفروض اركز عليها جامد علشان يعمل لي ازمه ومشكله كبيره جدا في حياتي؟ ولو انا كملت وسبت المخاوف دي تعطلني، ممكن البس في حيطه، ممكن اتعرض لمشكله كبيره جدا. انت انهي نوع؟ وانت ايه اللي هي المخاوف دي؟ فاهم؟ فلوج غريب جدا، بس يعني خلينا اديلك اكزامبل عن المخاوف اللي انا بحاول اتعرض ليها وبقى اكسبوز نفسي ليها. تخطيت انا مرحله ان انا لازم اعمل الكاميرا وانصبها واحطها ومش عارف ايه واقفل الباب. يا عم احنا قاعدين اهو، في ايه حصل؟ ايه بالعكس، انا شايف ان انا لو كنت دلوقتي في هذه الحاله جبت الكاميرا والميكروفون ووصلت الدنيا وقعدت اتكلم، كنتش هبقى في المود، كنت هبقى بذلت مجهود كبير قوي في ان انا انظم السيت اب واقعد واعمل لنفسي جو زياده عن اللزوم على الكلام اللي انا هقوله، فكنت هتعب وما كنتش هعمل الفيديو. فانا فرحان اكتر بان انا طلعت الفكره اللي انا كنت عايز اقولها، اكتر من ان انا عملت لها سيت اب ومش عارف ايه. حلو ان انا طلعت الفيديو كده اهو، في ميكروفون هنا في التليفون وفي كاميرا اهو، في شاشه شايف نفسي منها وعامل فوكس وحاجه عظيمه. ممكن اعلي برايتنس وممكن اوطي البرايتنس واعمل لك فيلم رعب وعادي جدا، يعني فاهم؟ ده هطل، ده اسمه هطل، اللي انت شفته ده اسمه هطل، ده كده واحد هطل بيعمل فلوج يعني عادي. مش عارف اقول لك ايه الصراحه غير عادي. انا كنت بخاف من البرفكشنزم، انا كنت دايما حاطط البرفكشنزم كعائق ليا، كحاجه دايما مسكاني بتعطلني. بالنسبه لي البرفكشنزم ده عامل زي الصوره بتاعت الشخص اللي بيبقى ماشي بس شايل معاه حمل، يعني شايل معاه اللي هي الكره الحجر ولا الكره الحديد اللي هي مربوطه بسلسله دي وماشي بيها، هي اتقل منه بكذا، اتقل منه بمراحل، فاهم؟ فهيمشي بيها ازاي؟ هيكمل مسيرته ازاي بالكره الحديد كبيره جدا الكام طن اللي في ظهره دي؟ هيعمل بروجرس ازاي؟ خلي بالك هي حاجه مش سهله، وما تخليش حد يعني يقول لك مثلا نصيحه من النصايح اللي زي اللي انا قلتها لك دلوقتي والكلام اللي بيبان من بره ان هو بيحفزك ومش عارف ايه. خليني اقول لك ان الكلام ده مش سهل انك تعمله، وانا دايما بحب انقل التجربه الواقعيه، انا ما بحبش اعمل لك هيلمان على لا شيء، انا حابب اقول لك اللي انا مريت بيه. واكتر حاجه بحبها ان انا انقل للناس فشلي علشان اقول ان الفشل جزء طبيعي من الحياه، ولو ما فيش حد بيفشل يبقى في حاجه غلط. انت كده عامل تشيت كود بتاع GTA ده اللي هو ال1R1 دايره بتاع مش عارف ايه عشان تنزل طياره برايفت جيت على دماغك، يعني عارف انت ده مش حقيقي. الفشل ده جزء من حياتك ولازم تتقبله ولازم تعيشه ولازم تفهمه علشان تعرف تكمل. فانا بنقل لك الواقع، فكنت حاطط لنفسي وهم او عائق او مخاوف وحاططها بيني وبين البروجرس والحلم، وان انا افرد افكاري بشكل حلو يبسطني انا نفسيا، يخليني انقل افكاري بشكل فليكسبل اكتر. ده بقى اللي انا كنت حاطه ما بيني وما بين الحاله اللي انا كان نفسي دايما ابقى فيها، ان انا انقل افكاري بسهوله ومبقاش بتعب قوي في نقلها. انت لو يوتيوبر جرب تعمل القصه دي، مش هيجرى حاجه، تحكي عن مخاوفك، تتكلم عنها، الناس هتفهمها، الناس هتقدرها، دي حاجه انا عارف جدا الناس هتقدرها والناس هتفهمها وهتعمل لها ريليت قوي، علشان محدش بيحب ان انت تطلع تقول القصه الخرافيه وازاي انت عديت السد العالي وان انت بقيت فخر العرب، ويعني الكلام اللي هو الكتير قوي اللي ملوش لازمه اللي بنسمعه في كل حته وبيبقى نفس الاسطمبه اللي هو قصتي للنجاح. طب ما تتكلم عن قصتك عن الفشل، بحيث ان لو حد بيفشل نفس الفشل اللي انت بتفشله قول له يا اسطى بص
انا بيحصل لي نفس الحاجه. انا شايف ان انت ممكن تعديها بالشكل ده. غير كده عادي، فيديو طويل ما يبقى طويل، فيديو قصير ما يبقى قصير، فيديو بالتليفون ما يبقى بالتليفون ولا حتى بالجزمه. لو انا مصور بكعب رجلي، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه اللي معطلني على ان انا اقول اللي انا عايز اقوله واعبر عن افكاري واقول النصيحه اللي انا عايز اقولها، او اقول الكلمتين اللي انا عايز ابسطك واضحكك بيهم؟ فطريقه تعاملي مع المخاوف من البرفكشنزم ان انا اعمل التليفون، اعمل فيديو بالتليفون. الاوديو مش احسن حاجه، انا قاعد البلكونه جنبي وجايبه كميه هواء داخلين هنا على طول في بيصبوا على الميكروفون، يعني كل الهواء اللي جاي من العالم كله هنا في الحته دي. فيعني ربنا يستر في الايديتنج، ما اعرفش انا هشيل صوت الهواء ولا اشيل صوت انا بالمره وابقى قاعد الفيديو كله بالاشاره كده، ولا بس هي ايه، الدنيا ماشيه كده، مفيش ازمه يعني، فاهم؟ بس الحمد لله.